السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع بعض هنعمل سندوتشات فراخ بطريقة سهلة كده وبسيطة وسريعة. هتحطي المادة الدهنية، زيت بقى، سمنة اللي انت بتحبيه. انا عن نفسي حاطة سمنة، بس انت ايه ليكي حرية ايه الاختيار. هدبل بس البصلة كده على النار، مش هحمرها. البصلة كده وهي على النار ابتدي ايه اديها ايه رشة فلفل اسود ورشة ملح كده هتساعدها ان هي ايه تلون معايا بسرعة. وانا محضرة صدور الفراخ ومقطعاها قطع صغيرة كده. البصلة بقت شفافة زي ما احنا شايفين كده، ما خدتش معايا وقت. هنزل كده اصبر بقى على الفراخ لغايه ما تستوى وابتدي انزل عليها بقيه المقادير. ورجعت لكم تاني بعد ما الفراخ كده استوت. هنزل عليها كوبايه كريمه، احسبها بس عشان ايه ما تبقاش مليانه. انا مع الحر سايبه خالص. بسم الله. ماشي، حط لها بابريكا، اديهم بينكي كده شويه. بس اخلي الكريمه تغلي وايه بس بقى كده. انت بقى عايزه تزودي زيتون، تزودي فلفل الوان، على حسب، تزودي بطاطس محمره مكعبات، دي على حسب رغبتك. بس انا عيالي بالنسبه لي هم كده كفايه بالنسبه لهم. يلا بقى نعمل له سندوتشات واوريكم انا عامله طريقه السندوتشات ازاي. انا جايبه السندوتشات عباره عن عيش كايزر، وبعمل فيه ايه، وببتدي اقسمه كده من النص. بمجرد ما بتحطي ايدك كده فيه تضغطيه، بصي بيفتح ويعمل معاكي مكان لايه، للحشو.
كده نحط كمان هنا. بس كده، يلا هنكمل بقى الحشو. هقرب لكم كده. وهاخد كده وهبتدي انزل بالحشو. سهل وبسيط وسريع، والعيال كلها هتحبها، كبار وصغيرين. عارفه كده في السهره تعمليه وتحطوه لهم هيبقى جميل. بس انا كمان لسه هحط له جبنه موزاريلا وادخله تحت الشوايه. اسيح بس الجبنه الموزاريلا واطلعه، هيبقى ايه في منتهى الجمال. وتغيير عن البانيه بقى والشاورما والحاجات دي. نزود لهم كمان رغيف تاخد. بص بقسمه كده من النص بالنص بالظبط. خلاص عايزين ناخد السندوتش ده كمان كده. ايوه ايوه ايوه، بس كده مية مية، شاطرين. وهنزل بقى عليه كده بالجبنه الموزاريلا. طبعا احنا زي ما عارفين ان كل حاجه مستويه، بس هنزله تحت الشوايه ياخد لون. هشغل بقى عليه الشوايه واجيبه.
وكده يا بنات زي ما انتم شايفين خدت لون من الشوايه، وحروف العيش قرمشت بقى وتحفه. لازم تجربوها يا بنات، جميله. ماشي، هبتدي بقى انقلها بس كده في طبق التقديم. يلا كده اهوت عشان ايه نجربوها مع بعض. بصوا بقى مقرمشه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان دي سخنه. وكده يا بنات الشكل النهائي. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. واشوفكم في فيديو جديد. جميله جدا لو عندك ضيوف وتحطيها كده ايه يعني زي سناك في النص. هي والله هي تعتبر وجبه بس برضك لو تبقى عندك حد. وبالنسبه للصيف والسهره انتوا عارفين بيجوع، فتحط كده سهله وسريعه. وجنبها حبه طماطم وخيار، حبه توميه، مايونيز، كاتشب، على حسب ايه البيت عندك اللي موجود. اعملي طبق مخلل جنبهم، كل حاجه تنفع. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.